شفت الفيديو ده للامين يامال هتتصدم. هل هي بدايه انهيار لامين يامال؟ مالها ليلي وسهر لحد الصبح؟ عاوزك بس تحط في بالك يا ابو الكباتن انه عمره 17 سنه فقط، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي. اي نعم هي اجازه لكل اللاعبين اللي كانوا مشاركين في اليورو، وكلنا عارفين ان في اوروبا بيحق للاعب يعمل اللي هو عاوزه من غير اي حواجز، وحكايه الملاهي الليليه دي امر طبيعي بالنسبه لهم، واللاعبين الاوروبيين يعني بيحبوا كده، اكيد انت فاهمني. ولكن اللي بيحصل لموهبه برشلونه هو مؤشر خطير حتى هذه اللحظه. ليه يا ابو الكباتن؟ هقول لك انا، لان لامين يامال عنده 17 سنه بس، وبدا يرتبط بزميله ويليامز، وبدا يروح معاه الملاهي الليليه، وممكن كمان خبر انفصاله عن صديقته يكون مرتبط ببعض تصرفات اللاعب الغير مبرره وهو في السن ده. السؤال هنا بقى، هل السلوك ده جيد للاعب في السن ده؟ وهل لامين يامال هيعرف يفصل عن اجازاته وانفصاله عن صديقته لما هيرجع تاني لبرشلونه؟ لان ممكن مستواه يتاثر. طب هل كان في لاعب قبل كده في عمره عمل كده؟ مفيش. على كل حال تعليقات الصحفيين الاسبان على الفيديو ده كانت سلبيه جدا، ومسكوا الواد وقطعوا فيه، مع العلم زي ما قلنا ان ده امر طبيعي، ولكن اللي مش طبيعي ان في سنه ده يعمل كده، وان ده مؤشر سلبي وممكن ياثر على مستواه.